مفاجأة كبيرة فجرها محامين سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 سيدات خلال جلسة محاكمته في محكمة القاهرة الجديدة. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. النهاردة كانت جلسة محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات وممارسة العلاقة المحرمة معهم بعد الوفاة وإلقاء جثثهم في الطريق العام. الجلسة كانت النهاردة في غرفة المداولة، كان موجود فيها هيئة المحكمة، وكان موجود فيها المتهم ودفاع المتهم ودفاع الضحايا المجني عليهم. أول ما بدأت المحكمة تعرض الفيديوهات اللي تعدت أكتر من 100 فيديو للضحايا والمتهم بيمارس معهم العلاقة المحرمة قبل الوفاة وبعد الوفاة، قرر وقتها المحامين ان هم يفجروا مفاجأة مدوية، وقرروا جميعا التنحي عن الدفاع عن المتهم، وانسحبوا من ان هم يترافعوا عن المتهم، وقالوا ان احنا مش هنكمل